بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. قول يا باشا. عملت وصلى على النبي وزمالك وستاري شيكابالا وشيكابالا يفوز السوبر. الزمالك يفوز بالسوبر إن شاء الله. السوبر اللي جاي بقى، هو احنا خدنا السوبر الأفريقي والسوبر المصري. طبعا انت عارف عملوا مؤامرة كبيرة علشان الزمالك ما ياخدش السوبر. ثروت سويلم قال لك الزمالك ما ينفعش ياخد 2 سوبر ورا بعض. مؤامرات الاهلي مستمرة والاعيب الاهلي مستمرة، ولكن الزمالك ان شاء الله لهم بالمرصاد. وصلوا على النبي وعملوا لايك. صلى على النبي وزمالك وستاري وعملنا احسن حاجة انك بتقول صلى على النبي، دي احسن حاجة. وعملنا ماشي صلى بس تفتح ماشي. تاو ده هيجي لنا ان شاء الله. اعملوا لايك بقى عشان خاطر ادم. لايكات قليله، ناس مكسله تعمل اللايك. جاي لك باخبار ساره جدا 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 من جوه نادي الزمالك. انت شايف امبارح اتكلمنا في فضايح، مش عايز اعيد الكلام تاني، في عقد محمد حمدي وعقد طبعا زياد كمال. يا لبيب سلم لي على سليمان يا لبيب. الاول كده زي ما قلنا ومتعودين مع حضراتكم دايما، اهم حاجه صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اللايك ثم الاشتراك في القناه. تعالى نخش في موضوعاتنا على طول. الزمالك اللي عنده ماتش بعد 48 ساعه امام سموحه في الدوري. ماتش مهم جدا جدا جدا. وقلت لك بعد الحملة المسعورة من الاهلي ولجانه واعلامه، خد بقى عندك ابراهيم فايق، احمد عبد الباسط، خد شوبير، خد حتحوت، خد عبد الجواد، خد سيف زاهر، خد مدحت شلبي، مهيب عبد الهادي، شباب، كل الاعلام الرياضي بيتكلم في حاجة واحدة بس، ان الحكم محمد عادل جامل الزمالك وقلبوا الحق باطل والباطل حق. وقال لك الاهلي بيتضر يا جماعة من التحكيم يا جماعة. فتعالى ندخل في موضوعاتنا على طول. وطبعا مجلس إدارة الزمالك في سبات عميق، نايم. خليه نايم ما نشوف آخرة نومه ده هيقبض ايه. خليه نايم. محمود حمدي ونش الزمالك جاي لك بانفراد سعيد جدا لجمهور الزمالك. محمود حمدي الونش نزل التدريبات الجماعية، بدأ ياخد أجزاء من التدريبات الجماعية مع الفريق. طب محمود حمدي الونش هيكون جاهز بنسبة 1,000,000% امتى؟ الزمالك هيلعب سموحة تقريبا، هيلعب ماتش كمان، وبعد كده في توقف دولي في معسكر منتخب مصر، ففي فترة توقف دولي. محمود حمدي الونش هيكون جاهز 1,000,000% بعد فترة التوقف الدولي. طب تاني محمود حمدي الونش هيكون جاهز للمباريات والمشاركة في مباريات الزمالك بعد فترة التوقف الدولي. ده خبر بقوله لك يا جمهور الزمالك. وحمد لله على سلامتك يا ونش. باقي احمد حمدي العملاق ان شاء الله باذن الله قريبا. احمد حمدي هو الاخر يكون جاهز. احمد حمدي ومحمود حمدي الونش لعيبه هتفرق جدا مع نادي الزمالك.
فان شاء الله زي ما قلت لك خبر محمود حمدي الونش هيكون جاهز بعد فتره التوقف الدولي، يبدا يشارك في المباريات بنسبه 100%. طيب ده بالنسبه لمحمود حمدي الونش. جوميز ومشلاك وعمر فرج، ومفاجاه كبرى هنا. قلت لك مشلاك الزمالك مش عايزين نقصوا عليه اكتر من لازم، لكن الايام هتثبت لك ان احنا عندنا نظرة في اللاعب. ليه قلنا بنتائج صفقة ممتازة ومربحة، وعايز شوية تظبيط بس في حالة لانه مندفع في منطقة الجزاء، بيرتكب اخطاء بضربات جزاء، فعايز الحتة دي تتظبط عنده، وان شاء الله جوميز يظبطها. لكن صفقة محمود بنتائج بنقول صفقة ممتازة، انما صفقة مشلاك صفقة مضروبة زي صفقة عمر فرج، لعيب تقيل جدا بطيء جدا. يبقى عمر فرج ومشلاك هذا الثنائي جوميز قال اخرهم معايا يناير القادم، والا هيتم تجميدهم، لان جوميز خد بالك جوميز دلوقتي في 5 لعيبة او 4 لعيبة ما متمرنوش معاه، بتمرنوا لوحدهم. قال دول مش هتمرنوا تحت ايدي لان انا مش مقتنع بيهم. مهاب ياسر، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، وسامسون اكينولا. هذا الرباعي جوميز مخرجه نهائي من حساباته، قال دول مش معايا. والله انا شايف سيف فاروق جعفر خامة ممتازة ولعيب ممكن يدي الزمالك كتير، لعيب صغير، لكن جوميز قال لك لا، هذا الرباعي خارج حساباتي، بيعوهم بقى، تعوريوهم، تسيبوهم كده، انا ماليش دعوه بيهم. جوميز هنا مجمد 4 مش بيشاركوا معاه في التدريبات، لا اكينولا ولا محمد عاطف ولا مهاب ياسر ولا سيف فاروق جعفر، دول بره حسابات. رأيك في قرار جوميز؟ قول والله انت شايف مثلا في لاعب او 2 من اللعيبه دي يستحق المشاركه ويستحق الفرصه. واحد يقول لي ما زياد كمال الكارثه ده بيشارك وجوميز مقتنع بيه ويديله ماتشات، فقول رايك. فجوميز قال للاداره ولجنه الكوره، قال لهم مشلاك وعمر فرج هيبقوا معايا لحد يناير، من بعد يناير هينضموا لهذا الرباعي. عايزين انتوا بقى تبيعوهم، تعوروهم، تخلوهم، تخللوهم، تطبخوهم، انتوا حرين. انما مشلاك وعمر فرج اخرهم معايا في يناير، يعني الشهرين الا حاجه دول، شهرين الا 5 ايام دول، بعد كده هيبقوا مع هذا الرباعي. الا جوميز بيطلعه من حساباته، ما بينزلوش معاه التمرين، ما بتمرنش معاه، بتمرن تمرين منفرد، خلاص خرج من حساباته. ده بالنسبه لمشلاك وعمر فرج. يمكن في الفترة دي جوميز يغير رأيه واللعيبة دي تكسر الدنيا وتظهر بصورة حلوة. نتمنى والله نتمنى ان مشلاك ده يكون هداف الدوري، وعمر فرج نتمنى ان المكنة تطلع قماش. لكن بقول لك تاني، الجواب بيبان من عنوانه. الصفقة الحلوة حلوة، بتبان من اول لمسة في الكورة بتبان. طيب عندنا شوبير سيء فيها قوي ومحدش راد، فمجلس الزمالك مفروض يطلع يرد على شوبير وصبيانه في الاعلام الرياضي، لان شوبير ليه صبيان كتير كانوا بيشيلوا له الشنطه وطلعوا معاه وهو شهرهم وكده. فشوبير بيقود لما بقول بيقود الاعلام الرياضي في مصر، ايوه للاسف انا بقول كده وبقول لك للاسف ان شخص زي ده يقود الاعلام الرياضي في مصر. ان شخص زي ده هو اللي متحكم في البوصله في الاعلام الرياضي، مين يقول ايه ومين يروح هنا ومين يجي هنا. ليه؟ علشان ضعف الاعلام الزملكاوي. طب ما تطور القناه يا لبيب، ما تدخل فيها واحد زي ميدو مخربش، دخل فيها واحد زي احمد جمال مخربش، هات واحد زي احمد عفيفي راجل فاهم، خلي قناه الزمالك تجابه هذه القنوات. لا،
هو جايب لك ابو العلا اللي محدش طايقه ده، جايب لك واحد اهلاوي اسمه مينا ماهر كان مراسل في قناه الاهلي، وخلاص على كده. ودي المذيعين بتوعنا اللي بيطلعوا في قناه انا ما بتفرجش عليه ولا بفتحها. فمجلس الزمالك المفروض يفوق من الغيبوبه اللي هو فيها ويرد على هذا الاعلام المدلس، الاعلام اللي عامل حملات رهيبه على نادي الزمالك. طيب زيزو والتجديد، قلنا لك حمزه المسلوسي جدد امبارح الحمد لله. حمزه المسلوسي يستاهل، ويا مسلوسي يعني في الفتره الاخيره كده في اخر ماتشين ظبط، لان انت مش متظبط شويه، فظبط. انت جددت عقدك اهو خلاص، والدنيا بقت مستقره، فعايزين نشوف نسخه حمزه المسلوسي الاصليه مش التقليد. طيب عندنا عبد الله السعيد زي ما قلت لك ما فيهوش مشكله، الراجل ده قال لك اوقع على بياض. زيزو زي ما قلت لك الجلسه بتاعته يوم الخميس القادم ان شاء الله هتنتهي بتجديد عقد زيزو، ونفوت الفرصه بقى على لاعبي الاهلي والشباب السعودي والعرب القطري والانديه اللي انتهي، لانه مطمع لانديه كتير. زيزو مطمع لانديه كتير. طيب ده بالنسبه لزيزو. فزيزو ان شاء الله هيجدد وزيزو زملكاوي بجد يعني، زملكاوي مش زي البت ايمان والواد الهارب، لا ان شاء الله. الضربه الكبرى بقى رمضان صبحي. في ناس معترضه على رمضان صبحي، والله الاداره شايفه كده، جوميز شايف كده. انا لو هتسالني انا وجهه نظري، لو هتخيرني بين رمضان ومصطفى فتحي اقول لك مصطفى فتحي. يعني لو تقول لي تختار مين من بيراميدز يرجع لو قدامنا الاثنين دول رمضان ومصطفى فتحي، اقول لك مصطفى فتحي وانا مغمض. رمضان لعيب كبير، رمضان صبحي لعيب كبير، لكن مصطفى فتحي اشوفه حاجه تانية. طب بن شرقي، دنيا نامت في بن شرقي؟ لا، الدنيا صاحيه والاتصالات مستمره مع بن شرقي، وبن شرقي ان شاء الله يكون قريب جدا من الزمالك في يناير باذن الله، ان بن شرقي يعمل اضافه كبرى في الزمالك. طب انت بتقول بن شرقي وبتقول رمضان وبتقول بيرسي تاو، خد بالك الزمالك فاتح قنوات الاتصال مع دول. انت عارف لو جبت 2 بس منهم من الاسماء دي، يعني عندك مصطفى فتحي، عندك بيرسي تاو، وعندك بن شرقي، ادي 3، وفي رمضان، ادي 4 لعيبه اجنحه. اكتب لي بقى في تعليق شايف مين افضل 2 في دول يستحقوا يلعبوا في الزمالك. بن شرقي، رمضان، مصطفى فتحي، بيرسي تاو، دول 4 اجنحه، 2 اجانب و2 مصريين. شايف مين افضل فيهم؟ قول رايك كانه ايه سؤال تفاعلي كده. قول رايك، شايف والله فلان، لا شايف فلان. الزمالك ماشي في ال4 وبيتكلم مع ال4، الاقرب منهم على حسب معلوماتي رمضان وفي بيرسي تاو وبن شرقي، ال3 دول. مصطفى فتحي بعيد، ده على حسب معلوماتي، بن شرقي ثم بيرسي تاو ثم رمضان، دول الاقرب للزمالك. والله تبقى ضربه ثلاثيه كبرى لو جم ال3. طب واحد يقول لي يعني الزمالك هيجيب دول فكده عنده نيه بقى انه يبيع زيزو؟ مجلس الاداره عنده في نصه كده عنده النيه انه يبيع زيزو برقم كويس، وفي لا يقول لك نقعد زيزو ونجدد. هنشوف القصص دي كلها وهنتابعها. دمتم في امان الله. نتمنى الناس تدعم القناه باللايك، اللايكات قليله جدا الفتره دي، واشتراك في القناه. نتمنى يعني فضلا ليس امرا، تكرما من حضراتكم. السلام عليكم.